مم. أهلا يا جماعة. بنكمل كلامنا في الفيديو بتاع النهاردة عن الباور كويري، وهنشوف إزاي ممكن نعمل ميرج أو دمج لأكتر من جدول في جدول واحد، أو one consolidated table في الباور كويري. الأول عايزين نعرف معنى الدمج أو الميرج في الإكسل. في برنامج الإكسل، دمج الجداول بيشير لدمج البيانات من جداول مختلفة في جدول واحد بناء على قيم متطابقة في عمود مشترك بينهم. فهي دي بتبقى طريقة لتوحيد المعلومات وإنشاء مجموعة بيانات أكثر عمومية وأكثر شمولا، زي ما احنا هنشوف في الجدول اللي قدامنا. فالجدول الكبير اللي موجود قدامنا ده في مجموعة من البيانات فيها ده عبارة عن مجموعة من البيانات بتعبر عن عمليات البيع اللي حصلت في شركة معينة في وقت معين. فهنا تاريخ البيع، هنا رقم الصنف اللي اتباع، هنا ممثل المبيعات اللي باع العملية، وهنا الكمية اللي موجودة والسعر والعمولة بتاعت البائع، ورقم طلب الشراء اللي طلب بيه الصنف ده. لكن بيبقى في حاجات مش موجودة قدامنا، مثلا الشركة دي ليها أفرع في كذا مدينة، فبنبقى محتاجين نعرف البائع ده بيمثل أنهي مدينة من المدن. مثلا هنا عندنا رقم الصنف بس اسم الصنف مش موجود، فاحنا برضو عايزين بيان يبين لنا اسم الصنف اللي هو تمت لي البيعة، ما يبقاش رقم الصنف بس عشان ما تبقاش حاجة مبهمة. البيانات دي بتبقى موجودة عندنا في جداول خارجية. فلو أنا مثلا عندي ممثل المبيعات، هنا أسماء ممثلين المبيعات، لكن المدينة اللي هم فيها مش مكتوبة. فالجدول الخارجي ده بيحتوي على اسم ممثل المبيعات واسم المدينة اللي البائع ده بيشتغل فيها. فهنلاقي البائع اللي اسمه أحمد بيشتغل في القاهرة، اللي اسمه كمال بيشتغل في بورسعيد and so on. وبرضو بالنسبة للأصناف، فهنلاقي هنا رقم الصنف لكن اسم الصنف مش موجود. فهنلاقي اسم الصنف موجود في جدول خارجي هنا بيحتوي على اسم الصنف ورقم الصنف. فبيبقى فيه دايما عمود مشترك ما بين الجدول الخارجي والجدول الأساسي. فهنا العمود المشترك هو رقم الصنف، فرقم الصنف موجود هنا وموجود في الجدول الأساسي. بالنسبة للجدول بتاع المدينة ده، العمود المشترك هو ممثل المبيعات، فممثل المبيعات ده موجود هنا وموجود في الجدول الخارجي بتاع المدينة. فبيبقى مطلوب ان احنا نعمل دمج او للبيانات اللي موجودة في الجداول الصغيرة الخارجية دي للجداول الكبيرة. فيبان عندي هنا عمود في جنب احمد ده المدينة اللي احمد شغال فيها، جنب كمال المدينة اللي كمال شغال فيها and so on. وبرضه بالنسبة لرقم الصنف، احنا محتاجين نعمل دمج بحيث ان هو جنب رقم الصنف يظهر اسم الصنف، فتظهر جنب رقم الصنف KL001 ده تظهر طابعة، جنب رقم الصنف 002 دي تظهر سبورة بيضاء and so on. عملية الدمج دي كانت بتحصل بدالة شهيرة في الإكسل اللي هي اسمها الفي لوك اب. زي ما هنشوف دلوقتي الفي لوك اب دي بتشتغل ازاي. بتشتغل على اساس ان احنا بنختار خلية معينة من الجدول الكبير او الجدول الاساسي اللي عندي، وليكن هنا مثلا اسم البائع اللي هو احمد، وتبحث عن الاسم ده في الجدول الصغير المرتبط بيه، وتشوف ايه القيمة المقابلة لأحمد. هتلاقيها القاهرة، تاخد القيمة المقابلة لأحمد دي اللي هي القاهرة وتبدأ تحطها في جدول في عمود جديد تنشئه في الجدول الكبير. فهنا يبقى عندي جنب اسم أحمد مدينة القاهرة اللي هو شغال فيها، جنب اسم كمال مدينة بورسعيد اللي هو شغال فيها and so on. وبرضه بالنسبة لرقم الصنف، فالفي لوك اب بتبدأ تاخد رقم معلومة معينة أو سيل معينة من الجدول الكبير، وليكن هو هنا أول سيل في الخانة دي، أول سيل في العمود ده اللي هو KL001، وتشوف إيه القيمة المقابلة ليه في الجدول الصغير. هنلاقي هنا القيمة المقابلة ليه طابعة، فتقوم تحط جنب رقم الصنف 001 طابعة، وبرضه بالمثل جنب 002 سبورة بيضاء and so on.
فكده الفي لوك اب ممكن تبدا تعمل لنا عمليه دمج ما بين الاثنين. نشوف اكزامبل ازاي ممكن الفي لوك اب تشتغل. نيجي هنا ونحط نزود عمود جديد علشان نحط فيه الفي لوك اب ونشوف ازاي ممكن تشتغل. لو انا جيت هنا وحطيت له الداله اللي هي الفي لوك اب دي بالمنظر ده، لو جينا شفنا هنلاقي هنا ادي دي الداله دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي في لوك اب. دي داله او فورمولا موجوده في الاكسل. اول اوبشن فيها سي 4. سي 4 ده هو انا دلوقتي بكتب في دي 4 اللي هو في الصف رقم 4. فالسي 4 دي الخانه اللي بتاعت اللاين رقم 4 برضه. فهي سي 4 دي فيها مين؟ فيها احمد. فبتقول خد الكونتنتس بتاعت السي 4 اللي هي احمد دي، وابدا دور فيها فرنج، دور عليها فرنج معين اللي هو كي 4. من الكي 4 لل 12 اللي هو الرينج ده اللي هو بتاع الجدول ده من الكي 4 لل 12. فيبدأ يدور في الرينج ده على القيمة اللي اسمها أحمد. أول ما تلاقي القيمة اللي اسمها أحمد دي، خد القيمة المقابلة ليها اللي هي اسمها القاهرة، وابدأ حطها في الخانة اللي أنا واقفة عليها. وفعلا هو عمل كل ده وجاب لي هنا القاهرة في الخانة اللي أنا واقفة عليها. فكده هو حقق لي المطلوب. أنا دلوقتي ممكن أعمل كوبي للدالة دي لكل اللاينز أو لكل الروز دي، هلاقيها فعلا اتطبقت. هلاقي جنب كمال ظهرت بورسعيد، جنب كمال ظهرت بورسعيد، جنب عاطف ظهرت السويس، جنب احمد جنب يوسف ظهرت اسوان and so on. فكده الفي لوك اب فعلا حققت لي المطلوب، ان هي دمجت لي الجدول الصغير مع الجدول الكبير، وجابت لي بيانات من الجدول الصغير وادمجته لي في الجدول الكبير علشان يكون البيان بتاع الجدول الكبير ده اكثر عمومية وشمولية. بس هي الفي لوك اب دي بقى فيها مشكله. دي اللي خلت الناس او ده خلت المستخدمين يبداوا يفكروا ان هم يستعملوا الباور كويري في الدمج احسن من الفي لوك اب. ايه بقى المشكله اللي كانت في الفي لوك اب دي؟ ان انا لو انا جيت دلوقتي زودت جالي اي مثلا بائع جديد، فجيت هنا وزودت بائع جديد. قلت مثلا البائع ده هسميه طارق، وهيشتغل في مدينة أسيوط. وجيت هنا زودت لاين جديد، وحطيت هنا اسم البائع طارق. هلاقي ان الفي لوك اب مش هتشتغل معاه بالشكل الطبيعي، فلازم اروح للفي لوك اب وابدا اعدل في الادرسز بتاعتها واعدل في النطاق بتاعها علشان تبدا تحس باي تعديل او زياده في الداتا بتاعتي. فدي طبعا كانت حاجة ممكن تعمل لي مشاكل كتير وتبطئ لي الشغل، وممكن تعمل لي لخبطة في الشغل كمان. علشان كده احنا هنشوف ازاي ممكن نستعمل الباور كويري، الميرج في الباور كويري، واللي هو ممكن يتغلب لنا على النوعية دي من المشاكل. نشوف هو نفس الجدول بتاعنا اللي هو مبيعات 21. هو هنا في برضو التاريخ ورقم الصنف ممثل المبيعات، والكمية والسعر والعمولة ورقم طلب الشراء. وعندي هنا الجدولين الخارجيين الصغيرين اللي هو واحد للمدينة ممثل المبيعات والمدينة، وواحد لرقم الصنف والصنف. نشوف ازاي بقى نبدأ نستعمل الباور كويري علشان نعمل دمج للثلاث جداول دول مع بعض. زي ما عملنا في الابنت، بنيجي هنا وبنبدأ نعمل كرييشن لثلاثة كونكشن اونلي كويريز للثلاث جداول دول. فباجي اشاور على اي سيل في في اول جدول، وبروح عند الداتا واقول له جيت داتا. بدام هعمل ده تيبل، او بدام ده تيبل او رينج، قلنا بناخدها بنروح ل from other sources from table او رينج. يفتح لي الباور كويري. هيفتح لي الباور كويري بالجدول بتاعي. انا هنا تقريبا كل حاجه مظبوطه، هو بس اللي ناقص اللي ممكن اعمله ان انا اغير الفورمات بتاعت الديت، اخليها ديت بس،
فيظبط لي الشكل الفورم بتاع الديت. كده اوكي، الجدول بالنسبه لي مفيش فيه اي مشكله، فممكن ابدا اعمل له close and load to connection only query. only create connection واقول له هلاقيه هنا جه عمل لي كرييشن ل كويري اسمها مبيعات 21 باسم الجدول، وهي فعلا من النوع بتاعت الكونكشن اونلي. دي اول كونكشن اونلي او اول كويري انا عملتها للجدول الكبير. نبدا نعمل 2 كويري تانيين للجدولين الصغيرين. فاجي برضو اروح لاي جزء هنا في الجدول ده، وابدا اقول له get data from other sources from table orange. هنا في الصنف ورقم الصنف مفيش مشكلة. أبدأ أعمل close and load to برضو connection only أو only create connection، وأبدأ أخزنها الكويري عندي. فبقى عندي هنا دلوقتي 2 كويري، واحدة مبيعات 21 وواحدة باسم الصنف اللي هي بتاعت الجدول دي. نعمل الكويري الثالثة للمدينة أو اللي هو ممثل المبيعات مع المدينة. أروح لأي سيل فيه وأقول له get data و from other sources from table range. اوكي، عندي ممثل مبيعات والمدينة مفيش فيهم مشكلة، مش محتاجة اعمل فيهم تعديل، فهقول له close and load to و only create connection. فهيعمل لي creation هنا لكويري جديدة اللي هي المدينة. دلوقتي بقى انا بقى عندي الثلاثه كويري بالتصنيف بتاع الكونكشن اونلي. انا عايزه بقى من الثلاثه كويري دول اعمل الكويري بتاعه الدمج او الميرج. الدمج او الميرج في الاكسل ما بيحصل دايما في مع تو كويريز او تو تيبلز in the same in one time. يعني ما اقدرش اعمل دمج لثلاثه تيبلز او ثلاثه كويريز مع بعض في وقت واحد. لازم اتنين، لازم اعمل باتنين بس. يعني ممكن ادمج مبيعات 21 مع الصنف، وبعد كده اللي يطلع ادمجه مع المدينه. لكن فلازم الثلاثه دول اعملهم على خطوتين، ما ينفعش اعملهم على خطوه واحده. فأول حاجة هبدأ أشوف إزاي ممكن أعمل دمج أو ميرج لأول 2 كويريز عندي. فهاجي هنا فهقول له جيت داتا من الكومباين كويريز زي ما عملنا في الأبند، نبدأ نعمل في الميرج. هنا بيقول لي إيه التيبل الأولاني اللي أنت عايز تختاريه، فأنا هقول له مبيعات 21. بعد كده بيسألني إيه التيبل التاني اللي أنت عايزة تختاريه، فأنا هقول له مثلا الصنف. بيبقى في حاجة مهمة أوي لازم أحددها هنا. لازم أحدد العمود المشترك ما بين الجدولين. لازم يكون في عمود مشترك ما بين الجدولين، ولازم السبيلنج يكون مهم ومظبوط جدا ما بينهم. يعني لو أنا دلوقتي عندي العمود المشترك اللي هعتمد فيه على عملية الدمج هو هنا رقم الصنف، لازم يكون عندي هنا رقم الصنف، لازم يكون عندي هنا رقم الصنف، وموجودين مكتوبين بنفس الطريقة. لو في اختلاف في طريقة كتابتهم، عملية الدمج أو الميرج مش هتشتغل. فهنا باجي أحدد ده العمود الأولاني اللي أنا عايزاه، وده العمود التاني اللي أنا عايزاه. بحدد العمود من الجدول الأولاني، وأحدد العمود المقابل ليه في الجدول التاني. كده بيقول لي the selection has matched 20 out of the first 20 rows. يعني هو كده هو شايف ان السلكشن بتاعتي مظبوطه، وان هو كل الايتمز اللي موجودين في العمود الاولاني موجودين في العمود الثاني. فاقول له اوكي. هلاقيه عمل ايه؟ هلاقيه بدأ يضيف لي طبعا فتح لي الباور كويري واضاف لي عمود جديد. العمود ده اسمه الصنف. بس هو كاتب لي فيه تيبل، ان هو حط فيه تيبلز، لكن انا ممكن بقى اختار من التيبلز ده الايتمز اللي انا عايزاها. ازاي؟ ان انا اجي افتح الاسهم دي، وهنا هيديني الكونتنتس بتاعت التيبل ده فيه رقم الصنف واسم الصنف. انا عايزه ايه؟ انا عايزه اسم الصنف بس، فهلغي اختيار الرقم الصنف. فهنا هيظهر لي بس اسم الصنف، فاقول له اوكي.
فكده هلاقيه جاب لي فعلا اسماء الاصناف اللي موجوده المقابله لرقم الصنف ده. فانا لو انا جيت دلوقتي ممكن اجي اقوم نقله العمود ده يبقى اسم رقم الصنف جنب اسم الصنف. ولو بصينا هنا نتأكد ان الطبعة واخدة الكود بتاع KL001، فهنا KL001 طبعة، KL001 طبعة، KL001 طبعة، KL002 سبورة. لو قلنا KL006 مسح ضوئي اللي هي KL006. فهو فعلا بدأ يعمل لي مرج للتو تيبلز بالايتمز اللي موجودة بشكل صحيح. فكده انا ممكن انا خلصت الجزء الاولاني من الميرج، فابدا اقول له الكويري اللي هو عملها دي هو سماها لي ميرج 1، فانا هقبل بالاسم ده وابدا اقول له كلوز ولود، وهقول له only create connection عشان انا لسه عندي شغل تاني هعمل. فهو كده عمل لي الكونكشن او الكويري بتاعتي بشكل الكونكشن اونلي واسمها ميرج 1، اللي فيها دلوقتي زود لي اسم الصنف جنب رقم الصنف. ابدا اكرر نفس العمليه بس مع ممثل المبيعات والمدينه، بحيث ان انا ابدا ادمج اسم المدينه مع التيبل بتاعي في البيانات بتاعتي. هبدا اعمل الموضوع ده ازاي؟ اجي اقول له get data وكومباين وميرج. دلوقتي هو عايز مني تو كويريز، انا هقول له كويريز الاولانيه اللي هي ميرج 1. ميرج 1 دي اللي هي فيها اللي انا نتيجه الدمج الاولاني، بحيث ان الجدول كان في بقى فيه اسم الصنف، هدمجها مع الجدول بتاع المدينه. هيبقى مين بقى المشترك هنا؟ ممثل المبيعات هو المشترك ما بين الجدولين او المشترك ما بين التو كويريز. فهنا عندي ممثل المبيعات وهنا عندي ممثل المبيعات. فكده قال لي selection has matched 20 out of the first 20 rows، يعني كل الايتمز اللي موجودين لممثل المبيعات هنا في الجدول الكبير ليهم ما يمثلهم في الجدول الصغير، فالسليكشن مظبوط. فانا هقول له اوكي. فتح لي الباور كويري وبنفس الطريقه زود لي كولون جديد اسمه المدينه برضو في التيبل. وانا دلوقتي لو أنا فتحت هنا هقدر اشوف انا اختار انا عايزه ايه من التيبل ده. انا ممثل مبيعات ده موجود عندي من الاول، فانا مش عايزاه، انا عايزه بس المدينه، فهقول له اوكي. فبقت عندي دلوقتي ادي ممثل مبيعات وادي المدينه هنا موجوده جنبه. برضو نلاحظ كده لو بصينا ان انا مثلا عندي احمد هنا القاهرة، ادي احمد القاهرة، كمال بورسعيد، لو انا جيت هنا كمال بورسعيد، مثلا سعيد الاقصر، سعيد الاقصر and so on. فكل بائع موجود قدامه المدينة اللي هو بيمثلها بالطريقة السليمة. طبعا هنلاحظ ان هو لما بيحط لي اسم المدينة بيحط لي جنبها اسم الجدول اللي هي مرتبطة بيه. يعني هنا ده الجدول ده كان اسمه المدينة، فقال لي المدينة من جدول المدينة. وبرضو نفس الشيء مع الصنف، فكان الصنف من الجدول اللي اسمه الصنف. ده علشان انا ابقى عارفة ان دي ايتمز خارجية مش ايتمز موجودة اوريدي في الجدول بتاعي. كده هو تمم عملية المرج، فأنا هقول له كلوز ولود تو. ممكن دلوقتي أقول له تيبل على أساس إن أنا كده خلصت. ممكن يبدأ ينشئ لي التيبل اللي هو فيه فيه كل البيانات اللي أنا عايزاها. فهنا التيبل ده هنلاقي إن هو زود فيه اسم الصنف وزود فيه اسم المدينة قدام كل بائع، واسم الصنف قدام كل كود بتاع كل صنف. فكده أنا وصلت للي أنا عايزاه. ممكن بقى دلوقتي أبدأ أشوف إزاي ممكن أي تحديث أعمله في البيانات هيسمع أوتوماتيك على طول في الداتا بتاعتي في الباور اللي أنا أنشأتها بالميرج في الباور كويري. لو أنا جيت دلوقتي مثلا قلت له اعمل لي بيفوت تيبل، فأنا جيت هنا هقول له بيفوت تيبل للميرج 2 اللي هو الجدول ده، وأقول له في نيو ورك شيت أوكي. فسي مثلا أنا عايزة الصنف
والكمية أو السعر اللي بيتباع بيها كل صنف. فهيعمل لي بيفوت تيبل بالشكل ده. هلاقي ان هو كل صنف من دول وقدامه السعر اللي اتباع بيه كل صنف، والجراند توتال بتاعهم 1608. لو انا جيت دلوقتي في الداتا بتاعتي، وجيت هنا مثلا زودت آه لاين جديد، قلت مثلا هنا اللاين ده اسمه طارق، البائع هنا اسمه طارق، ده مش موجود عندي اوريدي قبل كده. وزودت فعلا هنا برضو ده بائع اسمه طارق، وقلت ده من اسيوط. ايه اللي هيحصل لو انا دلوقتي جيت هنا في الجدول الكونسوليديتد بتاعي او الميرجت بتاعي وقلت له ريفرش؟ هلاقي هلاقي فعلا الريكورد الجديد ده اتضاف في الجدول الكونسوليديتد، واتضاف ان هو طارق، وقدامه المدينة بتاعته أسيوط، زي ما احنا كنا طالبين بالظبط. ولو جيت في البيفوت تيبل وعملت ريفرش، هلاقي ال 1600 دول بقوا 1700. ده نتيجة لإضافة الايتمز اللي باعها اليوزر الجديد او ممثل المبيعات الجديد. فهو مع الباور كويري ميرج قدرت احدث البيانات بتاعتي بجاست وان كليك، اللي هي الريفرش، بدون الحاجه ان انا ابدا اعيد تاني عمليه ادخال الفانكشن او تعديل الرينج بتاعي في كل فانكشن موجود عندي. ودي طبعا من المزايا اللي ممكن توفر لي وقت ومجهود كبير قوي. وبكده قدرنا نعمل كويري للمرج، لدمج دمج أكثر من جدول في الباور كويري. واستفدنا فيها من إمكانية تحديث هذه الكويري تلقائيا مع أي تعديل أو تحديث يحدث في الجداول دي. يا ريت الموضوع يكون كان مفيد بالنسبة لكم وتكونوا استفدتوا منه، ونشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله. سلام.